سوريا تشبه سوريا. سوريا في التاريخ هي أقدم عاصمة عرفتها البشرية، وهي كانت أفضل عنوان للتعايش السلمي، وهي أول من اخترع في العالم كيف أن يكون الناس مختلفين في الأديان والأفكار وأن يكونوا يتعايشوا سلميا مع بعضهم من قبل أكثر من 1400 عام. فبالتالي سوريا تعيد مجدها وحضارتها وتعيد رقيها وتاريخها القويم. وسوريا كانت هي مركز تجاري عالمي وليس فقط إقليمي، وكانت ملتقى كبير للحضارات والثقافة والإثراء التنموي والقيم. فما كان يدرس في سوريا كان يصدر إلى شرق العالم وإلى غربه في نفس الوقت. ولكن مر على سوريا من الفتن والأزمات والسياسات الخاطئة التي كان يمارسها النظام السابق على سوريا، مما تسبب في عزلة كبيرة، وأيضا ما تعرضت له سوريا خلال فترة الحرب العالمية الأولى والثانية ووصلت إلى ما وصلت إليه. فأعتقد أن سوريا تسعى لأن تشبه نفسها في الماضي وأن تعتمد على ماضيها في رسم مستقبلها أيضا، في أن تعود مزدهرة وقوية وناجحة إن شاء الله.